حبابنا يا شباب. مساكم الله بالخير إن شاء الله. حواوك أبو شهد والممدوح حواوك، حميرات حواوك، وعثمان أبو شعر حواوك، حامد خميس حواوك، حسن يوسف حواوك، الممدوح حواوك. حواوكم كلهم يا شباب. مينم حبابك، إيناس حبابك، معاذ حبابك، الصادق، موسى، محمد، عمر حبابك، الصادق محمد حبابك، الوليد إسماعيل حبابك، علي كاجوكا حبابك، أبو سعيد حبابك، وطارق البدوي حبابك، وصانع الأمل حبابك، الصادق إبراهيم حبابك، التوم داود حبابك، محمد الأمين حبابك، ود فرنسا حبابك، اسمعنا الختم فاتح، الشاذلي، الأمين، محمد نوح، جايزية، حال القضية، نادر حبابك، أبو أبو أمازن حبابك، فاطمة حبابك، فاطمة آدم حبابك، معاذ حبابك، أبو أيمن حبابك، إسماعيل حبابك. حبابكم كلكم يا شباب. نحن إن شاء الله سنسلط الضوء على آخر التطورات والأحداث التي تدور في الساحل على المستوى السياسي والعسكري والمفاوضات ولقاء السيد الأمير بالخايب اسمه البرهان، وكلام كثير قاعدين نسمع في الميديا هذا كله. وتوفيق حبابك. وكذلك ماذا يدور في النيل الأزرق من واقع وعمليات، والبلة اللي حصل الليلة في الرهد وفي الأبيض، الليلة في متك تقيل. فإن شاء الله سنحاول نسلط الضوء على كل الأحداث دي. لكن أنا قبل ما أبدأ استرسل في الحديث، اللايف الفات انضرب. طبعا أنا كنت بتكلم كده واللايف انضرب، لأنه هي الصفحة الحمد لله ما مشت، لكن الحسابات الشخصية مشت، وده كله بيجي نتيجة للبلاغات. الناس لو كانوا متابعين آخر لايف، فعشان كده أنا مش ما طلعت ولمس ما طلعت. فاللايف اتبلغ فيه وأنا بتكلم اتقطع، وبعد ذاك لقيت إنه كل الصفحات الخاصة اتقفلت. فالناس تتابع، تعمل فولو للصفحة الجديدة. أنا في صفحة خاصة برضو بعدين بنزل الرابط حقها هنا. الناس تعمل لها متابعة، البث الناس تدعمه. إحنا بنقول للناس يدعموا البث لأنه بيحمي البث، لأنه المتك حار. الفلول دي القدر ما تمتكم بيمشي بيقفل لك الصفحة، وما تقللها ده ما بيتحمله. الليلة أنا والله دار أمتكم متك، الليلة يزول يبين راسه. دعم سريع تبين راسك، استخبارات دعم سريع تبين راسك، مستشار بتاع دعم سريع تبين راسك، فلول تبين راسك. الليلة بلبس من طرف. الليلة أنا داير أركب الكل في الكل. ولذلك الناس تحاول تدعم البث، وعلى بركة الله نتوكل. أنا هبدأ بالقصة بتاعت إنه في كلام داير، والناس بدأت تسأل وتتصل إنه في مفاوضات بين الدعم والجيش، إنه السيد الأمير لاقى البرهان. طبعا الفلول فاكين إشاعات كثيرة، بعد ذاك نجي لإشاعات السافنة والسيد الوالي، والقصة دي كلها نربطها بأحداث الجارية. أولا شوفوا، من حيث المبدأ العام بتاع إنه والله السلام وقضية المفاوضات ما في زود ضدها، والدعم السريع مرارا قاعد يقول إنه هو مع المفاوضات، ومشى جنيف ومشى مناوة ومشى جدة، وهسه إذا كان سألتم يقول لكم نحن ناس مفاوضات، لأنه ده مبدأ ثابت عند الدعم السريع. لكن المفاوضات على شنو؟ وبعد ذاك بتجي التفاصيل الداخلية، ديك حاجة تانية. أما الآن كونه الآن في مفاوضات، ده كذب، والله العظيم كذب، ما عنده أي أساس من الصحة. ولا في زول الآن قاعد يتكلم عن مفاوضات، ولا أنا قلت لكم الآن العالم ذاته ما فاضي لنا.
الآن الأولوية العالم ده لما تجي في السلم بتاع البايورتي حقه الآن في الوقت الحالي ده، نحن ما في البايورتي حق العالم. نحن ما في الأولويات الآن، ما في سلم الأولويات. الآن سلم الأولويات لو ملاحظين والتفاعل بتاع العالم، الحرب بتاعت إيران دخلت لبنان في الخط، إسلام أباد. الآن كل الحديث داير إنه هرمز، القضية الاقتصادية، العالم الآن كله عامل فوكس في القصة دي. فلما تكون في قضية طاغية فوق، أنت قضيتك تدريجيا بتنزل يعني، حتى في وسائل الإعلام وفي التصدر وكده. فقصة إنه في مفاوضات وإنه قائد الدعم السريع ذهب والتقى بالبرهان، دي ما في، دي أنا بفصل لكم كلها على العشر. لا الآن ولا بكرة ولا بعد بكرة، ولا موجودة ذاته في الواقع القريب، ولا حتى القيادة ذاتها بتاعت الدعم عندها. حتى لو كان في مسار بتاع مفاوضات، في وفد بتاع مفاوضات هو اللي بيفاوض نيابة عن الدعم. كلنا عارفين إنه وفد التفاوض فيه منو وفيه منو وفيه منو. ديل الناس الموكولين المشوا جنيفا، المشوا وين. في حاجات استدعت زي المنامة، خلت قيساني مشى المنامة. لكن الآن ما في أي مفاوضات قاعدة تدور. الآن المفاوضات الشغالة بال23 بالتتك، في أماني وفي دعوات، وبعد مؤتمر برلين ظهرت دعوات وقالوا الناس لابد يمشوا للتفاوض. دي دعوات وأماني تم الناس يتحدثوا عنها. لكن الآن قالوا ما في أي مفاوضات الآن، وما في أي لقاء ولا يتم ذاته. انتوا هسه بتقولوا السيد الأمير ومشى لاقى البرهان، وطبعا الفلول اليومين دي ما هم مصدومين. أنا عشان أكلمكم لأنه في شغل، في الآن برضه جزء من العمل بتاع مؤتمر برلين والتحركات بتاعت مسعود بولس وكده، اللي هو حصر. برضه لو الناس لاحظوا في قضية إيران والملف الإيراني، هنالك حديث عن أزرع إيران في المنطقة. طبعا أزرع إيران بالتأكيد حزب الله هناك، شيعة، الحوثي، طبعا ديل عندهم ولاء من حيث العالم. لكن برضه الأخوان المسلمين دخلوا في الخط بالذات بتاع السودان، فاصبحوا جزء من المشروع ده. والاعلام الايام اللي فاتت دي كان بيتكلم كثير عن الدور اللي قاعد تقوم به جماعه الاخوان المسلمين، وانه ايران نقلت انشطتها واسلحتها ونقلت كثير جدا من مراكز قرارها للخرطوم. ولذلك في ضغط الان، وديل الان بدوا يلعبوا على الورقه دي. طبعا الان في تخويل للبرهان. الزول اللي بيتابع الان حديث المنقب، اللي بيتابع الاعلام بعد عوده النور القبه، انا قلت لكم واسمعوا كلامي هنا. الناس اللي هسه زعلانين وبيتكلموا عن قضيه عوده نور القبه وما بعرف مشل الفلول وموسى هلال، بالمناسبه الموضوع ده انسوا. الموضوع ده في وزين شهرين 3 شهور بقى وبال على الفلول. والان انتم شايفين براكم المشاحنات والملاسنات وكده يعني. وانا اقولها بصراحه يعني، بصراحه خلوني ابقى معاكم واضح يعني. حتى الذين ذهبوا بهناك، احنا والله ما عندنا معانا عداء شخصي يعني. هم عندهم تقديرات ممكن يسموهم باعوا خونة اي حاجه، تبعوا مشوا اهواء. لكن في النهايه انا شخصيا شايف انه ديل ذاته هم ذاته بعد شويه هيجوا راجعين. انا بعد شويه في تفاصيل هتكلم عنها دي، برا بيتخلوهم يجوا راجعين يعني. فما متضايق يعني، فاي زول داري يمشي خليه يمشي. انا ما دار ادفع الناس الى الذهاب، لكن انا بفتكر انه في ناس يجب ان يذهبوا بغالي عشان القصه دي ذاتها تتسبك وتمشي كويسه يعني. ولذلك حتى الذين ذهبوا بهناك بعد شويه بيبقوا نغمه، بدل يبقوا يعني الفلول هم في البدايه، طبعا لانه ناس ما بيفهموا السياسه، فبدوا يتكلموا انه والله جونا وكده وكده. الان بدا القصه بدات ترتد، والان انتم شفتوا الصراعات اللي قاعده تطلع من منسوبين المشتركه والنبذ اللي قاعدين يوجهوه والكلام اللي قاعدين يوجهوه ده. انا بالنسبه لي القضيه دي انا بتفرج فيها بس وبشوف نهايتها شنو، اديها شهر شهرين لقدام بس. ولذلك الفلول الان بيفتكروا انه البرهان داير يبيعهم. بالمناسبه هم بيفتكروا انه خلاص البرهان داير يبيعهم، شال منه من الجيش، فلان عمل. وطبعا انتم عارفين انه
التحالف بتاع علي كرتي وجبريل إبراهيم ده تحالف بتاع أخوان مسلمين وحركة إسلامية وعندهم فيه أجندة محددة. هم الآن بيفتكروا إنه الخطوة أمشوا أسمعوا كلام حسن إسماعيل لما تسمع الأبواق بتاعت الحركة الإسلامية وهي تتحدث عن البرهان وهي تخون البرهان. ليه؟ لأنها بتعول على ياسر العطا. لأنه الآن عمليا كمحلل وقارئ للمشهد، الآن الأخوان المسلمين أو الحركة الإسلامية أو قيادة الجيش الآن مقسومة، وإن كان ظاهريا إنه الآن ياسر العطا بمثل تيار وسايق الأخوان المسلمين معاه وكده وكتايب البراء والمجاهدين والحتات دي كلها، والبرهان بيمثل هو باعتبار إنه هو التيار المعتدل اللي بيخاطب المجتمع برا. أي زول قارئ للمشهد بيشوف المشهد بالطريقة دي. ولذلك الفلول الآن بيضخوا كمية من المعلومات، وطبعا القصد منها هو أنا بالنسبة لي كمحلل أو كقارئ للمشهد، القصد منها إضعاف البرهان وإحراجه وإصهاره بمسار الرجل الما عنده شخصية، الما عنده رأي، الرجل الذي يريد أن يعيد الجنجويد على دماء أهل السودان. الكلام ده كله الآن أنت لو قريتوا المشهد بتفهمه، جزء من صناعة المشهد. عشان كده هم سعيين الآن يفكوا كلام وإنه البرهان مشى لاقى سرا السيد الأمير، ودي خيانة لدماء شهدائهم طبعا، وخيانة لحرب الكرامة. أنا أقول لكم حاجة، هو البرهان نحن نلاقينا نسوي بشنو؟ هو البرهان عنده رأي؟ هو سؤال، هل البرهان يمتلك قرار؟ وذاته السؤال ده خليه لكم انتوا، السؤال ده انا ذات دار اوجهه للدعم السريع. اذا كان الدعم السريع دار يتفاوض، سيتفاوض مع منو؟ سيتفاوض مع علي كرتي؟ سيتفاوض مع البرهان؟ سيتفاوض مع ياسر العطا؟ هل البرهان هو صاحب قرار داخل الجيش؟ ما عنده قرار. سيتفاوض مع البرهان. قبل كده جاب المنامه رسل كباشي وجا وقع بالاحرف الاولى، جا وقع. لما رجع قال والله طيارتي ما قامت، انا حصل لي عطل في الطياره حقتي وما قدرت ارجع لانه علي كرتي ما اداه التعليمات، قال له ارجع امشي. ولذلك انا بفتكر الكلام الان بيضخ، ولا انه في مفاوضات، وانه الدعم السريع انتهى، وانه الدعم السريع كان انتهى بيتفاوضوا لشنو؟ وانتوا قلتوا الدعم السريع انتهى، انتوا قاعدين تقولوا بل بس. طيب بل ارحكم بل. لكن الحديث الان هو ده كله عنده هدف سياسي دارين يرسلوا من وراه رسائل. لكن انا اكد لكم انه لا في مفاوضات، لا في جده، لا في جداله، في بل بس. تربط القصه دي طوالي بالكلام بتاع السافنه، انه السافنه جاء، والسافنه طبعا السافنه برا البلد معروف انه زول بيتعالج في دوله ما يعني. زول مش بيتعالج يعني. هم يستغلوا القصه دي انه سافرنا برا في العلاج، وبدوا يتكلموا انه والله سافرنا مشى بور السودان. اللي انا فكوا اشاعات انه سافرنا مشى بور السودان. انتوا سافرنا دارين ونديه كله ما في مشكله. تاني دارين منه؟ جيبوا اي كشف دارين ونديه كله. لكن انا عندي سؤال داير الفلول يجاوب عليه. انتوا ليه بتحبوا الدعامه دي؟ ليه بتحبون كده؟ انتوا هسه شغلكم ده ما بقى حب للدعامه. انتوا اولاد الضيوف ده قاعدين تحبون كده لينه؟ شنو العشق الان يتغزلون والسافن جانا ولقد سافرنا ذهب الى بورسودان وقالوا الوالي يوسف ادريس ذهب الى بورسودان. انتوا نازل انتوا عادين تقولوا والله نحن بنحب الدعم السريع. انتوا شغلكم ده بقى حب عديل في الدعم السريع. انتوا عديل قولوا والله نحن الدعامه دول بنحبهم وما عندنا معهم مشكله. لانه يا اخوانا القضيه دي انا ما بنظر لها قضيه سطحيه. انت الليله الحرب بتاعت الكرامه دي كلها تاسست على النقطه دي، على البوينت ده، انه والله الدعم السريع ده الشفشافه، الدعم السريع ده الحراميه، الدعم السريع ده الاولاد ضيوف، الدعم السريع ما سودانيين تشاديين. سبحان الله، ندى القلعه قالت انه القبه ولد عمها. سبحان الله، سبحان الله، النور القبه طلع ولد عم ندى القلعه. هو سؤال، هل سيقبل النور القبه انك انت تجي بنت عمه؟
والنور القبة ده معروف منه أهله وأصوله وكده. لكن هل أنا عندي سؤال للنور القبة ذاته، هل سيقبل النور القبة إنك أنت تجي بتعمه؟ أنتوا جايين تتلصقوا في الدعاوى؟ ده أولاد عمنا 90% من الدعم السريع السافنا، وبور السودان ترحب بالسافنا، والدبة ترحب بالسافنا. ما اللي بيسمعكم أمس بتتكلموا إنه ديل دعامة وديل شفشافة وديل شنو وديل ما سودانيين وديل تشاديين والليلة وطنيين والليلة سودانيين والسافنا مرحب بيه ويوسف إدريس جانا. ما يا اخوانا هسه انتوا قاعد يتلصق فيكم منو؟ هسه انا عليك الله كان شتوا علي كرتي ولا شتوا البرهان ولا جبتوا قياده الجيش ده كله نحن ندخلوا النياله؟ نرحب بكم؟ نسوي بكم شنو؟ وسخوا عفن ساكت. انتوا الان قالبين الدنيا دي كلها انا قاعد اتفرج فيكم. هذا ان دل على شيء يدل انكم انتم متيمين بالدعم السريع وبتحبوا الدعم السريع للنخاع ومستعدين تقدموا اي حاجه في سبيل انه الدعم السريع ده يجيكم. لكن الدعم السريع ما يجيكم كقوه، ما يجيكم كمشروع وطني لتحرير البلد، لبناء دولة ديمقراطية، دولة مدنية، دولة فيدرالية. لا، الدعم السريع يجي تابع، يجي من وراء عشان يحرسكم. وده التناقض اللي انتوا بنيتوا عليه الدولة وبنيتوا عليه اكاذيبكم كلها. ولو السافنا ما مؤثر ما كنت قلتوا السافنا مش عليكم. ولو كان يوسف ادريس والي جنوب دارفور ما مؤثر ما كان قلتوا مش عليكم. وكل اي شخص موجود في الدعم السريع مؤثر وصاحب اثر وصاحب فعل حتى وين اختلف معنا. لما يمشي بهناك بتفرشوا له الورود وبتطلعوا الدنيا والميديا وانه فلان جانا وفلان سوانا. ما ده هو الاكاذيب دي لشنو؟ طبعا يا اخواننا برضه هم ده طبعا دارين يعملوا فيها اذكياء. هاي ممكن نجي نقول والله ده خطاب مرحلي، نرحب بالنور القبه ونرحب بالسافنا وكده، ممكن يعني ما هي ممكن تكون عندها عده اوجه اللي اتكلمنا عنها في المره اللي فاتت، البدايل وانه التحالفات وكده. لكن برضه ممكن يكون عندها وجه ثاني انه خطاب يبقى خطاب مرحلي، انه نجيب الناس ديل نستقطبهم نفرتقهم، معناته برضه انت ما قادر تواجه الدعم السريع. وده براه دليل قوه انه الدعم السريع ده ما شاء الله قوه وثبات وعزيمه ورجال ما بيقهروا بالطرق العاديه. يعني انت بتفتكر انك اذا تكلمت عن السافنه ولا تكلمت عن قياده الدعم السريع ولا طلعت بناتك دول يتكلموا عن الدعم السريع، نفس بناتك الامس بيقولوا بيغتصبون الدعم السريع اللي بيتغزلوا في الدعم السريع. بتفتكر انك انت ممكن تكسر شوكه الدعم السريع او تكسر القضيه او تنتهي من القضيه؟ بالعكس، انتوا كل يوم قاعدين تثبتوا للناس انه انتوا حربكم دي حرب عبثيه، حرب ما عندها مبدا ولا عندها قضيه. عشان كده السيد الامير ما بلاقي البرهان، عشان تكونوا عارفين الكلام ده. احنا السيد الامير ده عندنا ما داير اقول لك بدرجه نبي عشان ما يجي زول بعد شويه يكفرني يقول لك الله ربيع قال. احنا عارفين النبوه دي ختمت، ربنا ختمها بالرسول صلى الله عليه وسلم، لكن ما زال باب الولايه الصالحه فاتحه. احنا عندنا والله السيد الامير ده بمنزله ولي من اولياء الله الصالحين، وقائد مشروع بتاع تحرر بتاع امه. ان ابراهيم كان امه، والسيد الامير ده امه وراه امه، قائد مشروع بتاع تحرر. عشان كده نحن ذاتنا ما بنقبل يمشي يصافح البرهان، ولم نقبل ذاته انه يمشي يقعد مع وسخ زي قلنا. انتوا الامير ده قالين انه هنا عشان يمشي يلاقي ويسافر يقعد مع البرهان، انتوا قالين انه هنا ده رجل امه، ده رجل عنده مشروع يقعد مع البرهان يا هنا. السكير العربيد ده يقعد معه عشان يسوي هنا، هو صاحب راي عشان يقعد معه. انتوا الليله جايين تفتخروا انه والله البرهان مشى لاقى الامير، ونحن نقول لكم لا يشرفنا، لا يشرفنا ولا يشرف ثورة 15 أبريل ولا يشرف الهامش ولا يشرف الدعم السريع ولا يشرف أي سائر إنه قائد الدعم السريع أو السيد الأمير الرجل الصالح إنه يقعد مع البرهان. ما بشرفنا، تقالك بيشرفنا. لكن الغريبة ما تتذكر لما جات الإيجاد وتكلموا إنه يجب لقاء الرجلين، طلعوا قالوا شنو؟ ما يتلاقوا وده روبوت. في زول بيمشي بيلاقي له روبوت؟ سؤال
هسه عليكم الله، البرهان مشى لاقى روبوت؟ دي اكاذيبكم. نحن دايرين نحاكمكم بمنطقكم، بالمنطق حقكم ذاته، بمنطقكم بتاع الاكاذيب. انتوا افتكرتوا انه ذهب النور القبه بيكسر في الداء؟ والله والله خلي النور القبه عليه باليمين، اي زول داير يمشي لكم خليه يمشي لكم، اي زول داير يمشي ذاك الشارع. لكن هذا ان دل على شيء يدل على انه اي زول قاعد في الدعم السريع ده بيمثل رقم وبيمثل قوه وبيمثل علامه فارقه في مسيره هذه الحرب. مش هقروا التاريخ القريب والبعيد، الثورات دي بتمر بمراحل، بيحصل فيها انتكاسه، بيحصل فيها نهضه، بيحصل فيها ناس بيصلوا مرحله. انتم بالمناسبه مش هقروا تاريخ الحركه الشعبيه دي. الحركه الشعبيه دي جات مرحله سكوها ودوها للحدود، مشت حدود يوغندا اثيوبيا، طلعت برا مشوا تسلحوا ورتبوا نفسهم وجو راجعين تاني كسحوها لحد دخلوها وين؟ لحد طلعوها في كسلة. دي تاريخ الحروب وتاريخ الثورات. وي زول داري يمشي خليه يمشي. ما هي القصة دي تقاي شنو؟ ما في ناس بيجوا وبيفتكروا انه القصة دي بتنتهي الليلة بتنتهي بكرة. في ناس اي زول عنده، يعني هسه انت لو مشيت قريت الدين ده وشفته كده خلال 10 سنوات، طبعا 13 سنة بتاعت مكة دي ما كان فيها جهاد. الجهاد ده بدأ في المدينة، 10 سنوات بتاعت المدينة دي ده بدأ فيها الجهاد. امشي اقروا التاريخ ده، شوفوا الناس القاتلوا مع الرسول، الصحابة القاتلوا ديل ذاته في بداية الحرب دي كانوا بيعمل شنو؟ ولما مشوا وتدرجوا في الحروب وصلوا ياتوا مرحلة عادي جدا، زول يقاتل معاك الليلة بكرة يفتر عادي. والثورة دي قطار ماشي، ينزل منه النور القبة، ينزل منه السافنة، ينزل منه عليان، ينزل منه ربيع، ماشي قطر ماشي. القطر ده ما بقيف. حتى وإن استيأس بعض الناس، يا أخي خلينا إحنا الرسل، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء. الله قال الرسل ذاته، خلينا إحنا الرسل اللي بيجون وحي من الله سبحانه وتعالى كذبوا. هم بيفتكروا إنه ربنا ذات، يعني الآية دي مش التكذيب بتاع لا، هم بيفتكروا إنه حتى ربنا ذاته يعني، وحاشا لله سبحانه وتعالى إنه يمكن ربنا ذاته الوحي اللي نزلوا لهم ده ما حقيقة، لأنه بيصلوا مرحلة من الزلزلة. ما ده خط ثوري. خط الثورة ده ما خط سهل. ما أي زول ما كل زول بيصبر في الخط الثوري ده. في ناس جو لأنه دايرين مال، في ناس جو دايرين، في من كانت هجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها. في زول طلع مع الرسول صلى الله عليه وسلم ده مرق من مكة ماشي المدينة، من المدينة داير له مرق ماشي مهاجر، مرة سمحة هناك سمع بقى قال لا يمشي الزواج. عشان كده قال الحديث من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكح فهجرته إلى ما هاجر إليه، إنما الأعمال بالنيات. الثورة دي ماشية، الداير ينزل منها خليه ينزل، والداير يعرض خليه يعرض، والداير يمشي بورسودان خليه يمشي بورسودان. لكن بيدوك شنو؟ سؤال هسه كما جاي بورسودان بيدوك شنو؟ هسه أنا شفت جزء من الشباب المشوا مع نور القبة، هسه شايفهم قاعدين يرفعوا فيديوهات زعلانين كده، شايفهم بدوا يتكلم مالكم زعلانين؟ ادوكم شنو؟ هيدوكم شنو يعني؟ ده هنا ما في مرتبات، هي ما خلنا دي مسوره. هسه انا طبعا في ناس كتار في الدعم ديل زعلانين لانه ما جات قروش ومرتبات، دي مسوره يا اخوانا، يجيبوا لكم قروش منها مسوره. نحن في ثوره ما في دوله. الدعم السريع ده زمان كان دوله. السيد الامير ده بجر ورقه بطلع خطاب بنك السودان المطابع بتديك، الان ما في، الان ثوره، حركه ثوريه، ما في بنك السودان ولا في قروش، في ثوره الان. في ناس ما بيتحملوا الكلام ده، في ناس القصه دي ما بيتحملوها، حتى اذا زلزلوا حتى يقول الرسول والذين امنوا معه متى نصر الله الا ان نصر الله قريب.
في ناس ما بيتحملوا، في ناس والله الضغط ده لما تضغطهم والجوع والعطش ما بيتحملوا قضيه الثوره، في ناس دايرين عرض قريب، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الاخره، في ناس دايرين قروش وقت ما كان فيه. ما هي المشاكل هسه بتاعت جزء من الناس اللي بيطلع انا ما ادوني عربيه، انا ما ادوني قروش، انا ما سووا لي، ما دي مطالب ماديه. ان احنا ما في ثوره بتاعت التحرر يدوك لشنو؟ سؤال يدوك لشنو؟ ما هي دي ثوره بتاعت التحرر، الامير ده يجيب لك قروش من وين؟ خايسان يجيب لك قروش من وين؟ الدعم السريع يجيب لك قروش من وين؟ انت تدي ولا هو يديك؟ هو السؤال الطبيعي ان احنا ندي ولا هو يدينا؟ ما ثوره بتاعت التحرر، ثوره دي لا حقت عبد الرحيم ولا حقت حميدتي، ثوره دي حقتك انت عشان يحرروك انت. عشان كده القضيه بتاعت الاموال وقضيه دي زلزلت الناس، لكن هسه انا داير اقولها، هسه كلامي وكلامكم ده الان القصه ذاتها بتاعت القروش دي ترتبت، وحسب ما عرفت الان كل العساكر صرفوا والناس في المقدمات صرفوا والقصه ترتبت. كان في ضيق، لانه الضيق ده لانه حرب، لا في عجله انتاج شغاله، لا في حاجه شغاله، لا في سنه ما في زول صرف مرتبات. تتخيل انه الناس قاعدين يقاتلوا ده في زول سنه ما صرف مرتب، لكن هل هو بيقاتل لاجل المرتب ولا بيقاتل لاجل قضيته؟ اذا كنت بتقاتل لاجل المرتب طوالي امشي بور السودان، اذا كنت بتقاتل لاجل رتبه طوالي امشي بور السودان، اذا كنت بتقاتل لاجل قضيه ومبدا ابقى قاعد. هسه كلامي انت الان شباب في قازقيل ما بعرف في الحمادي في كردفان صرفوا امورهم يترتبوا وجد صبروا، ما لازم تصبر. والله ده في القرآن ما قاعد يوصي الناس بالصبر، والعصر إن الإنسان لفي إلا الذين آمنوا وعملوا الصبر وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الصبر ده ما في زول بيقدر له، الصبر ده بيصبروا الرجال، بيصبروا أصحاب المبدأ، أصحاب القضية. الدار يمشي بورسودان، أنا والله أقول لكم هسه الدار يمشي بورسودان، خليه يمشي بورسودان. ماشي عشان يدوك شنو؟ عشان يدوك قروش؟ ماشي عشان تبيع عرضك بقروش؟ امشي بيع عرضك. هسه ذاك العامل فيها واللي خرطوم ده ما مشى وانا وقاعد يجود، يا ريت لو كان قاعد في الدعم، والله العظيم القروش اللي بيلقاه في الدعم كان قاعد 100 سنه بهناك ما يلقاه. هسه قاعد انا ما ادوني عربي، يدوك لينو؟ انا بحترمك؟ ما بحترمك ذاته، ولا بحترم لي ساير ذاته بيتكلم عشان قروش. اي ساير بيجي بيتكلم عشان والله ادوني قروش وما عملوا لي وسووا لي وانا ادوني عربي وانا ما سووا لي، امشي بيتكم طوالي وامشي بورسودان طوالي. الله ذاته قال ديل اذا كان ما زادوكم الا خباله، ديل كان قاعدوا في نصكم ذاته، الزول اللي بيقعد بيحرد وده كان قاعد في نصك ما بزيدك الا خباله. عشان كده انا الدار اقوله الان موضوع القروش موضوع المرتبات دي كلها ترتبت. عساكر بيصرفوا الان هسه صرفوا قروش ومرتبات، ما ناس صبروا الامور دي بتترتب. لكن خلاص الزول اللي عنده فهم في راسه انه القضيه دي قضيه مبال، قضيه كده، يا اخي انا هسه رسالة اسس عليك الله. الناس هسه بيجوك يقول لك والله ما ادوني، يا اخي عليك الله، عليكم الله. لو نحن بنتكلم بحسابات الماديه، هسه الناس اللي بيقول لك والله فلان مشى، يعني يجي زول يقول لك والله يا اخي النور القبه ده مشى بهناك لانه مهمش، النور القبه مهمش، اي مهمش نفس الفلول. النور القبه مشى لانه المهريه همشوه، اوكي المهريه همشوا النور القبه، طيب النور القبه مشى بكم؟ النور القبه قال لك جاب 170 عربيه، 170 لاند كروزر، 170 لاند كروزر، وبعد ده النور القبه مهمش. طيب اذا كان ما مهمش يعمل يعني النور القبه مهمش مشى ب 170 لاند كروزر. طيب اذا كان النور القبه ما مهمش، طيب ال 170 لاند كروزر جابها من بيت ابوه؟ ما جابها من الدعم السريع ده. انتوا بتغشوا. شوف ما انا داير اوريك الخطاب ده، عشان كده انا اقول لكم الكتاب ده فكفكوه. لما تجي تقول لي النور القبه مشى لانه مهمش، النور القبه مهمش، مشى بشنو؟ مشى حفيان؟ لا. مشى كداري؟ لا. مشى بكلاش؟ لا. مشى بلاند كروزر واحد؟ لا. مشى ب 170 لاند كروزر، وده مهمش ان على ابو التهميش ذاته. انا زي ده ابقى مهمش، ادوني 170 لاند كروزر وبمشي بها بور السودان ابقى مهمش. يا اخي انتوا لما تيجوا تصيغوا خطاب ولا تقدموا خطاب، قدموا خطاب منطقي.
عشان يقنعني انا صاحب العقل ده، تقول لي نور القبه مهمش ومشى بور السودان ب 170 تاتشر لاند كروزر؟ ده التحميل ذاته. اديني حركه تجيب لي والله حركات الكفاح المسلح دي كلها، اديني حركه كان عندها 170 لاند كروزر، جبريل ومناوي ديل لحد ما جو الخرطوم الواحد في الاكاونت بتاعه $1000 ما عنده. يشهد الله جابنا الامير دخلنا خرطوم، واي واحد اداه قالوا $5 مليون واداه عربيه وبتاع، قال لهم امشوا ظبطوا اموركم وشوفوا عساكركم وبتاع. ما كانت الدوله والامور باسطه. جبريل شالها ومناوي شالها، هسه الليله بقوا مليارديرات وعندهم الاف التاتشرات. هل كان عندهم؟ ما كان عندهم. عشان ما يجوا يسوقوكم بالخلا انه والله النور القبه مهمش وانه ديل مهمشين وانه ما بعرف همش وفلان وفلان وفلان. المهمش ده ما مشى عريان ولا مشى جيعان، مشى ب 170 لاند كروزر. طبعا كلها كذب، لكن انا داير احكمك بمنطقك انت. المنطق بيقول انه والله نحن الان في ظرف بتاع حرب، وظرف الحرب كله حاجه فيه، تجوع تعطش ما تاكل ما تشرب، ده كله فيه. ليمحص الله الذين امنوا، ده ما التمحيص. انت قال لك المواقف، الرجال ما مواقف. الرجال دي انت قال لك المواقف، انت الرجل بتعرفه الرجل 200، الرجل بتعرفه في المواقف دي، الرجال بيصهروا في المواقف دي. عشان كده الليله اخونا الوالي يوسف ادريس ظهر من الكورنيش، ما بتاع بور السودان، الكورنيش بتاع نيالا. دي الرجال دي ما ناس بيبيعوا قضيتهم، ما ناس بيبيعوا قضيه، دي الناس اصحاب مبدا، ثبتوا من اول الحرب دي، قالت كع ثبتوا في قضيتهم وسيظلوا على عهدهم. لانه القضيه دي ما قضيه بتاعت مساومه ولا قضيه بتاعت بيع، دي قضيه بتاعت مبدا حياه، انك تحيا كأمه كريمه عشان تحكم نفسك. ما هو المشكله انه في ناس دايرين قروش ونحن دايرين سلطه، وده الفرق. نحن ما دايرين قروش، نحن دايرين سلطه. لانه انت لما تكون عندك السلطه بيكون عندك القروش وعندك القرار وعندك المال وعندك كل شيء. لكن الدوله الداير قروش ده ما خلاص، بيشفشف له عربيه بيشيلها بيمشي، بيلقى له قرشين ثلاثه بيشيلهم، او بيجيك بيقول لك ادوني مرتب. ما ده زول فهمه قصير، ده زول فهمه قصير. انا الدار اقوله في قضيه الاشاعات، في قضيه منو مشى منو الناس دي بقوه السلاح ما بيقدروا بيهزمونا. هيهزمونا بشنو؟ بالاشاعات، بضرب المجتمع بعضه البعض، بفرتقة الناس قبليا، يسير النعرات القبلية بين الناس. فلان ده قبيلته وفلان ده أحسن من ده وفلان ما عندهم. الناس دي ما بيقدروا حرب، ما بيقدروا بيحاربونا. قوة في الميدان ما بيقدروا بنازلونا. راجل لراجل ما بيقدروا بقاتلونا. يقاتلونا بشنو؟ يقاتلونا بالفتن وشق الصفوف وإلى ما ذلك. عشان كده انا داير اقول انه كل الاشاعات وكل الحاجات اللي فكوها في اليومين اللي فاتت دي كان الهدف الاساسي منها انه يخلقوا بلبله وزعزعه والى ما ذلك. والحمد لله عدت. ده واحد. اثنين، وانا داير اجي، انا ما داير اقول عليهم طوابير، لكن داير اجي اسمعوا كلامي. الناس اللي قاعدين في نيالا، بعض المرجفين اللي قاعدين اصحاب الشائعات، للاسف جزء من المشاكل دي، ذاتها قايدة مجموعات الان قاعده بتدعي انها صاحبه قضيه وتابعه للدعم السريع. جزء من الاشاعات، جزء من الاكاذيب، جزء من الغلغله، جزء من البلبله اللي قاعد تحصل الان في نيالا، وقاعد تحصل في كثير جدا من المناطق تحت سيطرتنا، قاعدين يقودوها ناس مننا. الواحد تلقاه مركب لك مكنه مستشار ويجي، انا ما بعرف انت مستشار منو؟ كان بيجيت مستشار انت يا اخوي، شوف مستشار، امشي شوف مستشار. انت مش قاعد تقول انا مستشار القائد، امشي شوف محل القائد وانا ابقى مستشاره. بعدين القائد ما كلف زول قال له امشي مستشار نيابه عن امشي نفذ حاجه. ديل كل المستشارين قاعدين ديل بوكو بالمناسبه، كل المستشارين هسه شايفين واحد تجي تلقاه يقول لك انا مستشار. ما في زول، ما في زول مستشار. مستشار ده بعينوه بقرار عديل. هسه مثال يوسف عزت ده مش طلع قرار رسمي من المؤسسه قالوا نحن والله يوسف عزت ده اقلناه، عيناه واقلناه. انت اللي عينك منه؟
وفي واحد مستشار قاعد في جنوب دارفور دي عامل مشاكل للناس، بيتكلم باسم قيساني انه هو مستشار. ما عندك اي علاقه بدارفور انت يا زول. انت مش مستشار لقيساني، قيساني في العمليات، امشي شوف محل قيساني وين قاتل معه. اتدخلك في السلطه المدنيه هنا. شغالين الان اللي بيحصل والله اللي قاعد يحصل في مناطقنا دي كان بيجي انفلات بتاع امن، كان بيجي اي حاجه تتحملوا مسؤوليته انتم، لانه الان في عباره عن شلاليات ما بيقاتلوا. اول حاجه ما بيقاتلوا الرجال الجد الان شايلين سلاحهم وقاعدين يقاتلوا في الميادين. انت لو راجل جد امشي قازقيل، امشي الحمادي، شيل سلاحك امشي الابيض. قاعدين تخلقوا الفتن في نيالا، عاملين لها شلاليات، كل واحد عامل له شله وجايب قبيلته ودار يجي. الدوله دي ما بيحكموها بقبيله ولا بيحكموها بنظام قبلي، وانتوا ديل السبب. شفتوا مشاكلنا اللي حصل في خرطوم دي كلها سببها انتوا، والان قاعدين تجوا تعملوا مشاكل في نيالا. كل التفلتات شفت الامنيه اللي قاعد تحصل مشاكل نيالا دي سببها انتوا، لانه انتوا تجار بتاع الازمات. انتوا شغالين ضد مشروع القياده وشغالين ضد مشروع التاسيس وشغالين لمصالحكم الخاصه. دارين تفشلوا الوالي، دارين تفشلوا الحكومه، دارين تفشلوا التاسيس، لانه مصلحتكم انتوا. الناس لما نيجي يتكلموا عن تاسيس دوله، نحن لما نيجي نتكلم عن تاسيس دوله، انت ما بتلقى وضعك، ما بتلقى وضعك. عشان كده بيجوا بيراهنوا بالقصه بتاعت القبيله. الان في شلاليات قبليه الان قاعده في نيالا، قاعد تخلق الصراعات وقاعده تخلق الازمات في نيالا. لا رجال حرب ولا رجال دوله ولا بيمشوا بيقاتلوا ولا بيشيلوا سلاح، قاعدين يخلقوا ازمات في نيالا. كل واحد تلقاه مرات واحد عامل له معتقل براو، عامل له حراسات براو، عامل له مجموعات براو، قاعدين يسيروا الفوضى. لذلك نحن قاعدين نقول يجب بسط هيبه الدوله. كلام الامس انا قلته ده ما ساكت. الرساله امس انا قلت السيد الامير انه الدوله دي الدار يحكم دوله، العواطف في الدوله ما في حاجه اسمها قبيلتي وقبيلتك. ما في حاجه اسمها الان البلد قاعدين تعملوا تكتلات قبليه، دارين تديروا دوله كيف؟ الوالي ما عجبكم طوالي ماشيين يفكوا فيه اشاعات، الوالي حرامي، الوالي جرى، الوالي شتى. ليه؟ انت قاعد تضرب في مشروع الدوله، انت قاعد تضرب في مشروع تاسيس، انت قاعد تضرب في مشروع القائد عشان عندك مصالح ذاتيه. انتوا قال لك ما بنتكلم عنكم، والله ما بنسكت نخليكم. اسمع كلامي ده، انتوا اذا كنتوا مفتكرين انه اللي قاعدين تعملوا فيه ده، لو انتوا بتفتكروا انه اللي قاعدين تعملوا فيه ده نحن ما نبي لكم، والله نبي لكم انما تقولوا بس، وما بنسكت. والله نحن ما بنسكت لانه نحن صوت الناس. ما ممكن زول يقتلوه عشان يشيلوا منه موبايل. هل نيالا دي ناقصه قوه امنيه؟ الناقص شنو؟ سؤال، الناقصكم شنو؟ القياده نقص في شنو؟ ناقص القياده نقصته شنو؟ وين الاستخبارات؟ وين الاستخبارات؟ اذا نيالا دي لو فيها استخبارات الان امشي شوف الفلول قاعدين يسوي شنو؟ الواحد تلقى رافع له فيديو بيتحداك عديل. امشوا اشتغلوا شغلكم. لو انتوا صحيح اجهزه استخبارات دارين تحافظوا على الدوله ودارين تحافظوا على، امشوا شوفوا العدو وين. قاعدين للمكايد وقاعدين للدسايس وقاعدين تشتغلوا ضد بعض، تشتغلوا ضد الوالي، تشتغلوا لانه عندكم مصالح شخصيه. ومصالحكم دي ما انتوا بطريقتكم دي ما بتحققوا مصالحكم وبتسقطوا مشروع الدوله. ما شرط تجي تقول انا والله ما شرط تجي تقول انا ضد التاسيس ولا ضد المشروع، لكن افعالك تبين انك انت ضد المشروع. الوالي ده دار تبقى والي، تعال والله ما في مشكله، تعال قول والله انا دار ابقى والي، خلي الناس يجيبوك. لكن ما في قبيله بتجيب والي، وما في زول بتجيبوا قبيلته، وما في زول بتجيبوا شلاليته. طيب نحن دايرين نعمل ثوره لشنو؟ دايرين نعمل تغيير لشنو؟ ما نخلي الكيزان يحكمونا. انتوا قاعدين تعملوا فيه ده اسوء من اللي عملوه الكيزان. واحد مركب له مكانه مستشار،
لف يا صوت الولايه دي كلها كده، يعطل قرارات الوالي ويجي يقول لك انا جابتني القياده، القياده ما جابتك يا اخوي. السيد الامير ده دغري، والسيد قيساني دغري. الولاة ديل، الوالي اللي هسه قاعد ده اداؤه كعب، اداؤه سيء، جاء عبر اجهزه انتخبته على مستوى الولايه هي تغيره او يغيروا رئيس الوزراء. انت تدخلك بيه شنو؟ الان عشان نكون بالمنطق، الان نحن عندنا حاجه اسمها تاسيس، وفي مستويات للحكم داخل تاسيس. انت مستشار تابع للدعم السريع، تشوف الدعم السريع حقك وين؟ ما عندك دخل بالولايه، ولا عندك دخل بامنه، ولا عندك دخل، لانك انت ما جزء من مستويات الحكم في الولايه، ولا جزء من مستويات الحكم في التاسيس. اذا عينك القائد امشي للقائد خليه يديك تعليمات، اذا عينك قيساني امشي قيساني يديك تعليمات. خالقين فوضى في نيال الان، عاملين فوضى، تبتزوا في الناس، تبتزوا في القرارات، تعملوا ليه؟ يا اخي البلد دي نحن قدمنا فيها شهداء، ما قدمنا فيها شهداء عشان يجي زول طموحه داير يقعد له في بيته، داير له مره سمحه، وداير له عربيه، وداير له قروش. انتوا كالرجال ما تقعدوا في نيالك، الرجال اركبوا عربات كمان شو المقدمات. انتوا مش رجال؟ اركبوا عربات كلهم شو المقدمات، امشوا موتوا كالرجال. قاعدين تخلقوا الفتن وما شغالين شغلكم، والقياده ما قصرت منكم في شيء، ما قصرت. الليله لو القياده قصرت منك في شيء معلش. كل يومين قايمين حمله بتاع الظواهر سالبه يكشوا في الناس، تمشي الحمله يرجع الوضع زي ما هو. ليه؟ لانه في زول بيبني وفي زول بيهدم، في زول شغال عشان ياسس لدوله، وفي زول شغال عشان ياسس لقبيلته وياسس لنفسه. انا الكلام ده قلته، دارين تبنوا دوله، ابنوا دوله بحسم، ويجب على القياده انها تكون حاسمه مع الناس. ما في حاجه ده اسمه والله فلان، لانه ما نحن البلد دي سايقنا. واحده من المشاكل بتاعتنا بتاعت الحرب دي انه زول بيجيك والله انا مهمش. طبعا هسه تيجي تهبش ويقول لك انا والله ظلموني، انا مهمش. ليه؟ لانه الناس بقت تستند، ما بتستند على المنطق ولا بتستند على القانون، بتستند على الثقل القبلي، وكل زول دار يزايد بقبيلته. ما في دوله بتتبني بقبيله، ولا في دوله بتتبني بمزايدات قبليه. خلوا الحكومه تشتغل شغلها، خلوا الوالي يشتغل شغله، خلوا الاجهزه الامنيه تشتغل شغلها. في زول قصر، عندنا وسائل بتاعت محاسبه. الوالي ده قصر، عندنا وسائل بنحاسبه بها. لكن انت ما الجهه اللي بتحاسب الوالي، ولا انت الجهه اللي بتحق لك انك تيجي تقول والله انت مستشار قيساني صح؟ قيساني علاقته بالوالي شنو؟ سؤال. علاقه انت ما مستشار لقيساني. انا ما داير اذكر اسمك المره دي، ما بذكر اسمك، لكن والله المره الجايه بجيب اسمك. انت مش مستشار لقيساني. علاقه قيساني الوالي ما تابع لقيساني ولا تابع للامير كدعم سريع. الوالي تابع لحاكم اقليم دارفور، حاكم اقليم دارفور عضو في مجلس السياده، هو اللي بيتبع للامير هناك، بيحاسبه هناك، ما دعم سريع. اي حاجه دارين تجي تدخلوا فيها اللي بيحصل الان في نيالا ده مرفوض. يا تقوموا يا نقومكم نحن، لانه حياه المواطنين وامنهم ما لعب، ما لعب. انا افقد لي شاب في موبايل ليه؟ لانه الظواهر بتاعت التفلت دي ذاتها مصنوعه صناعه. في ناس دارين يصنع التفلت ده عشان يتكسبوا من وراه، عشان يفشلوا، يقول والله فلان ده فاشل وفلان ده فاشل. ارواح الناس ما لعب، ارواح الشباب ما لعب. وصراحه انا داير اقول في تقصير، هسه الاستخبارات دي ما شايفه شغلها، لانه الاستخبارات لو شايفه شغلها انت هسه بتقدر تمشي مناطق الفلول ترفع فيديو كده عليك الله. امشي مناطق الفلول دي ارفع لك فيديو من بورسودان ولا ارفع لك فيديو من عطبره. يا اخي الطوابير نياله دي 90% طوابير لافين قاعدين.
في الاسواق طوابير شغالين يصوروا يرفعوا الاحداثيات ويتحدوا فيك. وين اجهزه الاستخبارات؟ وين استخباراتكم؟ وين شغلكم؟ شغلكم جارين ورا ستات الشاي وبتاع ده شغل؟ شغلكم تقعدوا تتناكفوا بيناتكم؟ انا اسال الله سبحانه وتعالى انه تخلوا الحكومه تشتغل شغلها، خلوا الحكومه تشتغل شغلها، خلوا تاسيس تشتغل شغلها، خلوا رئيس الوزراء يشتغل شغله، خلوا الوالي يشتغل شغله. الدعم السريع ده جزء من تحالف اسمه تحالف تاسيس، رضيت ولا ابيض؟ التحالف ده هو اللي بيقرر شكل الدوله وشكل منظومتها وشكل اجهزتها وشكل علاقاتها. اسال الله سبحانه وتعالى انه المره دي ما ذكرت اسم زول وتكلمت كلام عام، لكن المره الجايه والله بجيب اساميهم ونقول لهم والتبقى تبقى التمطر حسو، لان احنا نتكلم عن منها دوله. انت لما تتكلم عن دوله نتكلم عن دوله، عن واقع. الواقع ده يا اما يمشي بالطرق القانونيه وتخلوا الدوله تشتغل شغلها وتخلوا اجهزه الدوله تشتغل شغلها، ولا دارين تعملوها لنا شغله قبليه وشغله بتاع الشلاليات وشلتي وشلتك وجماعتي وجماعتك وقبيلتي وقبيلتك وخشم بيتي وخشم بيتك. شغل ما بيمشي لقدام، والشغل ده فيه تضحيات كبيره جدا. انتوا هسه قاعدين في نياله دي، انتوا قاعدين في نياله لهنا، ما قاعدين بدماء الشهداء، ما قاعدين بالتضحيات، ما قاعدين بمجاهدات الشباب الناس قاعدين في الخطوط الاماميه دي. لولا الشهداء ولولا دماؤهم ولولا الجرحى ولولا الناس اللي ضحت ولولا الشباب اللي قاعدين في مقدمات في كردفان، انتوا كنتوا قعدتوا حكمتوا في نيال؟ تنسوا ده كله وشغالين ليه صراعات داخليه عشان تصلوا لشنو؟ انا اسال الله سبحانه وتعالى انه ربنا يحفظ البلد، واسال الله انه ما في بلد بتحكم بدون جهاز استخبارات. ما لم يكن عندك جهاز مفعل بتاع استخبارات ما بتقدر تحكم بلد. اللي بيحصل الان ده فوضى. انا ما بقول ما في ناس في شغل، لكن ما بيرتقي لمستوى نتيجه للمشاكل اللي هسه انا قلتها، نتيجه للحساسيات الحصول. انا اسال الله سبحانه وتعالى انه ربنا يحفظ الناس، اسال الله انه الرساله تكون وصلت. ما لم نتجاوز قضيه الصراعات الجانبيه والصراعات الداخليه دي ما بنقدر نبني دوله. اسال الله انه ربنا يحفظ البلد، واسال الله انه الحكومه دي نتفق نختلف معاها، دي حكومتنا ندعمها عشان توفر لنا الامن، توفر لنا الخدمات. الان الطلبه بيمتحنوا، ما دي نعمه. الان الاساس بيمتحنوا، المتوسطه بيمتحنوا، الان المدارس رجعت، الافران شغاله، المستشفيات شغاله، ما ده مجهود حكومه. انا ادعم ولا اقف ضده؟ نحن كنا وين والليله وين؟ قبل الحكومه دي كنا وين والليله وين؟ ما خلاص انا بدعمها رغم يكون عندي معاه خلاف، عندي معاه، ما خلاص خلافي ده باخده بالجنبه، لانه في حاجه اسمها المصلحه الكليه. الليله الخدمات اللي قاعد تقدمها الحكومه لناسنا دي خدمات مساله، بمجهود بسيط بدعم بسيط ممكن نصل للطب. لكن تجيني انت يا سعادتك عشان مصالحك الشخصيه دار تعطل مصالح الدوله ومصالح الشعب، لا ما بنسكت لكم. وده انا بقول ده انذار، ده جرس انذار بس. لكن الحاجات دي تتكرر بجي باساميكم كلكم، بجيبكم باساميكم، والله اجلدكم جلد نما تقولوا بس. ونحن دي الحماتة، نحن ده صوت الدولة دي، والشعب ده هو صاحب السلطة، ما في سلطة فوق سلطة الشعب. إذا في زول فاكر نفسه إنه هو أكبر من الشعب يبقى هو غلطان. أسأل الله سبحانه وتعالى إنه ربنا يحفظ الناس لحد ما نتلاقى تاني إن شاء الله. فتكم بالعافية.